التكييف بيقلب مروحة والجو نار. قطعة ب50 جنيه هي السبب وانت ما تعرفش. ليه الكباس بيفصل؟ سر ال50 جنيه اللي هتوفر لك آلاف. تكييفك شغال تمام وفجأة قلب مروحة والجو بقى فرن. الكباس بيفصل بعد 10 دقايق. اوعى تقع في الفخ وتقول الكباس باظ. قبل ما تدفع آلاف تعال أقولك على قطعة ب50 جنيه ممكن تكون هي اللي عاملة الليلة دي كلها. بص يا سيدي، الكباس ده عامل زي قلب الجهاز. لو ما لقاش الزقة اللي تقومه أو سخن زيادة عن اللزوم هيفصل اوفرلود عشان يحمي نفسه. والأسباب غالبا بتكون 3 ملهمش رابع. الكاباسيتور المكثف، لو منفوخ أو ضعيف الكباس مش هيقوم. التراب، الوحدة الخارجية لو مسدودة تراب الكباس بيتخنق ويفصل حرارة. الكهرباء، لو الفولت عندك بيعلق الكباس هيقولك سلام عليكم ويقلب مروحة. الحل ايه؟ قبل ما تجيب فني شيك على نظافة جهازك وتأكد ان مفيش سلك ملمس او مهرب. ولو غيرت الكاباسيتور والجهاز لسه بيفصل يبقى هنا لازم تدخل ايهابكو عشان نحدد العطل بالملي. لو عجبك الشرح ده ولقيت تكييفك رجع تلج دعوة حلوة واللايك المتين. واشترك في القناة عشان لسه هكشف لك بلاوي تانية في فيديوهات الصيانة الجاية. كان معاكم إيهاب من قناة إيهاب